اسأل ابن جيراننا بس وين صار قبر ابني وين صار؟ وين بأنو واحد؟ وين دلوها على قبر ابنها؟ من هون ولا من هنيك؟ أنا مرة بيقولوا لي من هنيك مرة بيقولوا لي من هون بهداك الطرف. كيف؟ طلعت عليكي من بعيد شفتك ماسكه موبايلك هيك وعم تصوري. أنا ابني مدفون هون بس هلا بدي اشوف ابن جيراننا. أنا ابني معروف كان وصي في زملكا كل العالم بتعرفه. بقى كان هون بقى حطوا تبعات الكيماوي كمان مع بعض. صار كل هالعالم يحفروا الحفرة يحطوا فيها شي 100 زلمة. 100 مع أطفال مع نسوان، يعني نسوان لحالهم ولا رجال؟ عيلة بعيلتها كله مع بعض، جيران مع جيران كله مع بعض. شو بدهم يروحوا بالعالم يحفروا ويحطوا. منظر مو طبيعي أبدا. الله يستفل فيهم يا رب. حسيتيك هلا وانت عم بتصوري في موبايلك قلتي لي انا بدي افرجي هالعالم؟ بدي ورجي. حسيتي قبل انه ما حدا شاف؟ ما حدا شاف ولا حدا سمع، مثل اطفال غزه. هلا مين شايف؟ بس على التلفزيون عم بشوفوا، بس حدا عم يساعد ولا حدا عم يعمل شيء ابدا. ولا امكننا عرب ولا امكننا مسلمين. نحن بالشام هون كانوا يكذبوا يقولوا انتم ضربتوا على حالكم الكيماوي، اتهمونا نحن بالكيماوي. بقى شو بدك تقول؟ شو بدك تقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ظلمونا كثير. أنا أول ولد وثاني ولد راح أخي، راحت بنت أخي، عائلة كاملة بيت أخي راحوا بالكيماوي. ولدين منا نضل. شو بدك تقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يتقبلهم إن شاء الله. آمين. يسأل ابن جيراننا بس وين صار قبر ابني وين صار؟ وين بأنو واحد؟ وين دلوها على قبر ابنها؟ من هون ولا من هنيك؟ أنا مرة بيقولوا لي من هنيك مرة بيقولوا لي من هون بهداك الطرف. هذا الأبرع تمام. هو والشيخ رشاد شمس وخالد نصوح نداف. ابننا كان مستشهد الله يرحمه قبل الكيماوي بيومين. ثالث يوم ما عملنا له تمثال. بقى كنا فاتحين 6-7 قبور نحن هو موجودين جاهزين. هدول أول ساعة صلاحية الكيماوي يتعبوا، بعد ما جبنا تركسات بلشنا هذا قبر النسوان، قبر الأطفال، قبر الرجال هذول. تمام أخي؟ بس كان عندنا هاي المنطقة هون في 6 قبورة، كل قبر بيسعى 18 شخص نزلناهم فيهم. ابنك نزل من بالقبور اللي كانت مفتوحين أول. بدي زور من هناك عند الشاهدة، عند الشاهدة الخضراء. روحي شوفيها تعال. يا الله. غبتي عنه كثير ما؟ جميل طبعا. كنت معه أنا بس جام الكيماوي طلعت. ايه. هون هو ورفقاته سوا صح؟ هون هو ورفقاته، جيرانه، عيلته، الله أعلم وين. هون بيت أخي، بيت عمتي، جيراني الحيط بالحيط كله راحوا. هون مليان كله عالم، كلها جماعية حاطينها. نقدر نقرأ له الفاتحة؟ للكل. الله يتقبلهم ان شاء الله. يكون في عونك يا خالتي ويصبرك. ابني الثاني راح بصيدنايا كمان رميا بالرصاص. صيدنايا. ايه 67 واحد قتلوهم. فرد رشوها. شو بدك تقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. صيدنايا بالكيماوي بالحرب بالدفاع بالمعركة كل شيء كله حضرناه هون. وحتى انت استنشقت الكيماوي وعشتيه كله. انا بعد الكيماوي بيومين صاروا عيوني هيك جهزوا. ايه صاروا يجعني راسي وعيوني ما عاد احسن. حتى اخذوني على الدكتور حتى شوي تحسنت. وبنتي انصابت صار معها تشنج هيك تشد كله يتشنج جسمها كله
كل يوم ناخذها على المشفى، كل يوم كل يوم، ضلت لشهر وهي هيك. كتير قضينا. ولا التفجير اللي صار هون، عم اقول لك زملكا اكلت قتل اكثر شيء بزملكا كتير. ما شاء الله عليك يا خالتي، نحن بنستلهم منك الصبر. يا رب. تعلم منك الصبر والإيمان. ما شاء الله عليك. الحمد لله. أنا لفت انتباهي شايفك من بعيد. قلت لهم خالتي ليش ماسكة موبايل وعم بتصور؟ يعني شو قصتها؟ فأجا ما نمت والله كل الليل، ما نمت. عم شوف استرجعت لنا الذاكرة. 12 سنة مو قلال. 12 سنة نحن قول الله يرحمها، نحن تضل الذاكرة يعني بتضل ببالنا. هلا كأنك حاط قدام عيوني العالم، وهي اللي شفتهم بالمشفى والتانيات كلها يعني قدام عيوني، ما بتروح للموت، ما بتروح هاي التفاصيل وهي الذكريات كلها. شفت البلد انت وشفت شلون شفتها، ما فيها شيء. لو ما العالم عم تصلح وتساوي، مدمرة كلها. شفتها مدمرة، مدن ممسوحة. ايه. الله يجزيك الخير يا خالتي، خلي لي يعطيك العافية. ادعينا، انت صبورة وعندك تضحيات كتير، دعواتك مستجابة، انت اقرب منا تجاه الله سبحانه وتعالى. ادعينا كلياتنا الله ودعي يرضى عليك البلد. ويخليكم يا رب لاهلكم. الله يسلمك يا خالتي، خلي لي يحفظك ان شاء الله. يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفت معرفتك. الله يسلمك يا خالتي. السلام عليكم. كيف خالتي؟ والله الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. شفتك شايلي الموبايل وعم بتصوري. بصور. شو عم بتصوري يا خالتي؟ بصور العالم وهيك. ليش عم بتصوري هون؟ بدي ورجي العالم انه شو صار عنا. شو صار عندك؟ صار عنا كيماوي وقتلة وكل شيء. انا ابني هون. ابنك هون؟ بتتذكري شيء؟ بتذكر الكيماوي كله. شو صار؟ كنا نايمين، وانا كان ابني قبل بيوم ميت مستشهد. ابني ثاني يوم العزاء شو اسمه صار ضربوا الكيماوي. ابني الثاني اجا قالنا تعالوا قوموا ضربوا كيماوي. طلعنا بقى نشوف شو بدنا نعمل. انا شو اعمل له كيماوي ما كيماوي؟ ما صدقت. شو كيماوي؟ ما بنعرف شو هذا الكيماوي. ولا جاب لنا قميص شقه وحط لنا اياه على وشنا. ابني. وصار يفيق هالعالم ويركض. طالعنا هيك على بناية 5 طابق، قعدنا فيها للصبح. بعدين اخذونا على المشفى، مشفى كفر بطنة، مشفى السل. هنيك شفت لك العالم كله بالارض. شو شفتي؟ مناظر مشفى ما عم تسع بالارض. ساحة المشفى كلها اطفال ونسوان، ويا لطيف منظر بخوف يعني وبيبكي بنفس الآن. يعني انت ليش رحتي على المشفى؟ كأنا ما أخذوني مصابة. يعني استنشقت لك أنا وبنتي وبناتي. ابنك اللي أسعفك؟ ابني اللي أسعفني. ابني كان حيموت كمان، بس هلا استشهد الله يرحمه. ايه والله. رحنا وشفنا هالعالم. شوف يقولوا لي الدكاترة بتشوفي لنا هي. أنا ما حسيت أول شيء هذا بالكيماوي، ما حسيت بشيء أبدا. بعدين صاروا عيوني بس يقولوا لي بالمشفى شوفي لنا هي وشوفي لنا هي، فحسي لنا هي كذا. ما في لا حركة ولا سكون. يعني تحولتي أنت من مريضة لأنك تفحصي النسوان إذا عايشات أو ميتات؟ ايه شوفوا هي، شوفي لنا هي، شوفي لنا الأطفال. لك عم اقول لك الدكتور تبع المشفى طق مخه من هالمنظر. يلحطوا أناني الأكسجين هيك كلها يفتحوها مشان العالم تستنشق، وما في لا حركة ولا سكون. كله متسطح هيك فرد سطيحة. وأنا أخي وأهلي عم يدوروا علي بغير مشافي، ما بيعرفوني ويني. هلا في فيديو أخي عم يدور علي. منظر عم اقول لك شيء مو طبيعي أبدا، مو طبيعي. مجرمين. لك شو بدي اقول لك، كل شيء ما حدا بيعمل هيك.